كأس العالم قطر 2022 اللي معودنا من أول ما بدأ على المفاجآت بيستمر مفاجآته. أول مباريات دور الثمانية النهاردة فشل ذريع للمدربين. أول مباراة البرازيل بتاخد الحلاق بتاعها وتتكل على الله تروح، وملحمة هولندا والأرجنتين تنتهي لصالح ليونيل ميسي. انزل اعمل لايك للفيديو، لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. النهارده كانت أول مباريات دور الثمانية بين البرازيل وبين كرواتيا، ودايما احنا متعودين على المفاجآت في كأس العالم قطر 2022. كرواتيا 4-4-2 النهارده. بصراحة نص ملعب كرواتيا مثالي مثالي جدا جدا جدا. كرواتيا بتحب تاخدك في المكان اللي هي بتحبه. تعالى يا باشا تستدرج كده واحدة واحدة، تروحوا مع بعض أشواط إضافية وضربات جزاء كده بالراحة وعلى دماغك يا باشا. من 2018 كاس عالم 2018 وهي ماشيه على هذا النهج، تسحبك في الحته الدافيه وانت مش حاسس وتلبك هناك. النهارده نص ملعب كرواتيا، كوفازيتش ومودريتش، بروزوفيتش، يعني بصراحه، وبرزيتش على الشمال. خروج الكرة من تحت، بداية الهجمة من تحت وخروج من تحت، ضغط هجوم البرازيل الكاسح حاجة تدرس. مودريتش يا جماعة من أعظم خط الوسط اللي جه في تاريخ كرة القدم. تتفق معايا تختلف ده براحتك. مودريتش ده حاجة عظيمة. مودريتش ممكن تحطه في نص الملعب لوحده وتسيبه. بس طبعا مع بروزوفيتش الحوت الوحش، الراجل ده بيعمل له كل ماتش 15 16 كيلو جري. حاجة فظيعة. فريق محترم جدا، فريق مكافح، بيلعب على قد امكانياته، ما بيبصش للكبار. وزي ما احنا قلنا كاس العالم قطر 2022، تعالى لي 11 ل 11 وانسى تاريخك وانسى اسمك وانسى الكلام ده كله. البرازيل شويه تعالى على الكوره، يعني باين قوي من الصور اللي كانت في التدريبات واللي بيعملوه يعني اللي هو هنكسب هنكسب. لا انت مش هتكسب. 11 قصاد 11 مش هتكسب. وجاي قصاد كرواتيا اكتر فريق مجتهد وحماسي في البطولة، وعايز تكسب وبتتعالى على الكورة. مفيش تعالي، انت حطيت جون. وبعدين مدرب تيتي مدرب البرازيل، انت اصلا من الاشواط الاساسيه انت بتعمل تغييرات بدري بدري. ريتشارلسون وفينيسيوس بدري بدري اللي انت بتطلعهم دول، وما بتنزلش حد قد المستوى، وكسبان 1-0 مش عارف تأمن دفاعاتك. والله بص انا يعني اصل هقول لك على حاجه. انتوا من ساعه ما امبارح ما قلبتوها الابيض، تمام، وانا عارف ان هي ليلتكم بيضه مع كرواتيا. ليلتكم بيضه. انا مش عارف ده ذنب مين، يعني ده ذنب فيرمينيو اللي انت ما رضيتش تاخده، فيرمينيو وكوتينيو اللي مدلع الدوري الانجليزي، ولا ذنب مين يعني؟ ذنب كوريا. ذنب كوريا اللي قلبتها لهم حنه من يومين. قلبتوا لي ماتش كوريا حنه كل جون وتشتغلوا لي. قلبتوا الماتش حنه، يعني ده ذنب كوريا. البرازيل خدت الشنط بتاعتها وخدت الحلاق وعلى طول على البرازيل. يلا حلقكوا والمقص والصبغه بتاعتكم واتكلوا على الله. الماتش التاني كانت ملحمه بين الارجنتين وهولندا. الارجنتين بعد ما خلصت ورقها وتمام بتلعب 4-2-3-1. فان خال بيلعب هولندا 3-5-2. ارجنتين 2-0. خلاص الراجل بدأ يفكر في الماتش الجاي هيعمل ايه. فان خال، طب انت فخال نزلت ديونج وبدأت تلعب على الكرات العالية اللي هو اصلا يعني مدافعين الارجنتين قصيرين شوية. انت بتحط فان دايك ونزلت ديونج وبتلعب كرات عالية، وفي ربع ساعة بس اخر ربع ساعة قلبت الخطة 3-4-3 وبدأت بدماغك واحدة في التانية. اخر جون في اخر ثانية اتعادلت. نازل الاشواط الاضافية، يعني خلاص انت عملت اكتساح هجومي. الراجل سكالوني خاف قلق، راح بادئ الاشواط الاضافية ب5-3-2. خلاص قال لك لا ده هينزل مد هجومي بقى، والكرات العاليه اللي مالها شغالين اللي عليها، وكده الامور هتبوظ مني. ينزل يتفاجئ ان الاخ فانخال قلب التشكيله 5-3-2، يعني اللي هو انا خلاص انا اتعدلت فانا هدافع. قال له انت هتدافع؟ طب تعالى لي. راح التاني قلبها له 3-4-3، راح مطلع مارتنز ونزل له دي ماريا وتعالى لي بقى يا باشا.
خد هجوم على دماغك. المفروض الارجنتين اصلا كانت تخلص الماتش من الاشواط الاضافيه، يعني هو حظه اصلا انه وصل ضربات الجزاء. راح ضربات الجزاء مع حارس متمكن، مارتينيز بتاعهم متمكن في ضربات الجزاء. انت عندك لعيبه شباب ما عندهاش خبره بعد ما طلعت كل النجوم بتاعتك. وفان دايك اللي عامل لي فيها بقى أنا الكابتن بقى، احسن لاعب احسن مدافع في التاريخ، انا هحط اول ضربه عشان اريح لكم الكلام. يلا يا باشا، شرطك والوقت اللي انت مش مرتاحه في قطر، واتكل على الله شوف هترتاح فين. كلوب مستنيك هناك. الارجنتين يعني بصراحه اجمل حاجه كانت ماشيه في الماتش ده، اجمل حاجه ديونج. ديونج نص ملعب هولندا، ده راجل انا مش عارف ازاي برشلونه بتفكر منين عايزه تسيب ديونج. ازاي برشلونه عايزه تسيب ديونج؟ ده بيلعب في نص ملعب لوحده، ديونج بيلعب نص ملعب لوحده يعني. بصراحه لعيب جامد. وسكالوني لولا تغيير الديبول اللي انا ما اعرفش اصلا دي اضطراريه ولا لا، فتحت نص الملعب بصراحه. عملت مشكله. تغييرات سكالوني ما كانتش متوفقه اصلا. بعد 2-0 بدأ يلخبط الدنيا، هو اللي دخل هولندا الماتش.